السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. جبت لكم النهارده بطريقة تطيير ارقام بكل سهولة من نسخة واحدة يا قلب اخوك، ومعنى مش هنحتاج نسخة عكس. تمام، لا هنحتاج الواتساب الرسمي او اي نسخة واتساب تانية. تمام، فكل اللي عليك يا قلب اخوك تابع الشرح من البداية للنهاية يا قلب اخوك عشان تعرف تطير رقم. انت يا قلب اخوك هتقعد تجري يمين في شمال. تمام. ما انتش هتعرف تطير اي رقم. تمام، وهتقول لي ده الكود محروق والطريقه مش شغاله والكلام ده كله، لكن انت لو تابعت من الاول للاخر وشفت انا بعمل ايه هتعرف تطير. ويلا بينا نخش على الشرح. يلا، هنحتاج نسخه واتساب. تمام، وهنحتاج زد ارشيف عشان تفك الضغط عن البان. تمام. اول حاجه تبدا تدخل على الواتساب اللي هو الرسمي. تمام، هتدوس على الثلاث نقط. تمام، وهتيجي تدوس على عندك على الاعدادات. تمام، وهتبدأ تنزل تحت كده يا اسطى، هتلاقي عندك حاجة اسمها ايه، المساعدة. تمام، هتبدأ انت تدوس على ايه من المساعدة دي. تمام، هتيجي عندك هنا هو تبدأ تدوس مركز المساعدة. تمام، تبدأ تدوس على مركز المساعدة، هيفتح معاك كل دولت كده. انت هتيجي عندك على الحسابات، واللي هي دي اللي انا معلم لك عليها ديت يا اسطى. ماشي، هتبدأ تدوس على كده، وبعد كده هتيجي عندك على دي. تمام، تمام يا قلب اخوك، هتيجي عندك على الكلمة اللي هي نبذة عن كذا كذا، دي اللي انا معلم لك عليها ديت يا قلب اخوك كده اهو. تمام، كده اهو هتدوس عليها كده اهو. تمام، هيفتح معاك كده. تمام، هتيجي عندك هتدوس على كلمة لا دي، لا اللي هي غلط ديت، هتبدأ انت تدوس عليها كده اهو. تمام، هتفتح معاك القايمة دي كده اهو، هيبدأ يفتح معاك حاجات كتير اهو. انت كل اللي انت هتدوس عليه هتدوس على اخر واحدة اللي هي اسمها ايه، اخرى. وهتدوس على كلمة أخرى، وهتدوس على كلمة إرسال الملاحظة. تمام، وأول رقمين في الباسورد هيكونوا 11. أول رقمين في الباسورد هيكونوا 11. هتدوس إرسال الملاحظة. تمام، لحد ما تفتح معاك كده ويجيب لك الصح دي. تمام، هتبدأ تدوس على الكلمة اللي تحت دي، تواصل معنا. تمام، هيقول لك جر بدء الدردشة. تمام. هيفتح معاك كده اهوت يا اسطى شات بينك وبين فريق الدعم. تمام، كده احنا عملنا اول خطوه. تمام، عندك هنا قلب اخوك، انا كتبت اي رقم، اي هابد اصلا رقم معرفش بتاع مين، بس لازم انا قلب اخوك الرقم اللي انت تعمل كده يكون متصل. تمام، لازما يعني قلب اخوك الرقم يكون متصل، الشات بيوصل بالطريقه دي كده. تمام، لازما يعني يا قلب اخوك الرقم لازم يكون متصل. تمام، وبعد ما تبعت له مثلا نقطة يكون متصل وكده، هتيجي عندك على الدعم. تمام، وهتبدأ تحط اللي هو البان. تمام، بعد ما تفك الضغط عنه وتنزله والكلام ده كله، تبدأ تمسح رمز الدولة اللي هو هنا ده. تمام، ما هو الرقم متصل اصلا وبقول لك مين اهو. هتبدأ هنا تكتب -20. تمام، اللي هو رمز الدولة مثلا بتاعك مصر هيبقى -20، أي دولة تانية هتحط رمز الدولة بتاع الدولة التانية. تمام، وبعد كده هتبدأ ايه تحط الرقم اللي انت مثلا عايز تقفله هنا. تمام، فأنا هكتب أي رقم مثلا، أي رقم اه ما علينا، وهتبدأ ترسل للايه للدعم قلب اخوك كده، هيوصل لهم، فانت هتستنى فهو قال لك هنا هو ايه عندك هنا رقم الطلب هو كذا 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 كذا، سنرد عليك في اقرب وقت وكده. تمام، هتخرج تطلع من هنا كده، وعلى الرقم اللي انت مثلا عاوز تقفله وكده هتيجي على الملف الشخصي مثلا بتاعه، وهتبدأ هنا تبلغ من هنا 5 بلاغات. تمام، من الملف الشخصي بتاعه 5 بلاغات. تمام، من هنا من الملف الشخصي هتدوس على الكلمة ديت وتعمل 5 مرات. تمام، من الرقم اللي انت عايز تقفله. تمام، وهتبدأ تيجي عندك على الدعم هتلاقيه رد عليك مثلا برقم الطلب ده، هتبدأ تبلغ على رقم الطلب. تمام، رمز الطلب ده هتبدأ تبلغ عليك ده كام إبلاغ، برضه هتعد 5 برضه ايه على رقم الطلب كده. تمام، اهو 5 على رقم الطلب 5. تمام، وهتبدأ انت تيجي عندك هنا اهوت فوق تدوس كده. تمام،
هيبدأ يفتح معاك بقى ايه اللي هو خدمة الدعم ده كده. هتبدأ تيجي على ديت برضو وتعمل 5 بلاغات. هتخرج بقى قلب اخوك كده، هتلاقي الرقم بتاع اللي انت بلغت عليه هتلاقيه بلع ان شاء الله، هيكون بلع. تمام. تمام وبس كده يا اخواتي، ده بيكون نهاية شرح النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي، واخر رقمين في الباسورد هيكونوا 99. اخر رقمين في الباسورد هيكونوا 99. يلا سلام.